النهارده هنعمل مع بعض ايس كريم المانجا بطريقه سهله وبسيطه جدا وبمكونين بس هتقدري تعملي اكبر حفله ايس كريم. يعني معايا هتوفري فلوسك، مش هتحتاجي لكريم شانتيه ولا جيلي مانجا ولا حليب مكثف ولا سكر ولا حتى الوان صناعيه. هتحسي انك بتاكلي ايس كريم حقيقي بنفس مطه الايس كريم وبنفس الطعم. كمان لو عندك المكونين دول واي نوع فاكهه هتقدري تعملي اجمل ايس كريم في الدنيا. حطي لايك للفيديو وصلي على النبي في الكومنتات وتعالي تعلمي افكار جديده في تشكيل الايس كريم كلها من بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا كوبايه من الحليب المثلج بالشكل ده، معايا كمان كوبايه من المانجا اللحم، معايا كوبايه من بودره الايس المانجا. هتروحي للعطار تقولي له عايزه ايس مانجا. كمان معانا معلقه كبيره ممسوحه من مثبت الايس كريم، وده هقولك فايدته ايه، بس ركزي معايا في الفيديو لان ده هو سر وصفتنا النهارده. هتروحي للعطار تقولي له عايزه ب5 جنيه بس مثبت هتقدري تعملي بيه كذا مره. الايس المانجا تقدري تقولي له عايزه ايس فراوله لو انت هتعملي ايس كريم بطعم الفراوله. المانجا بتاعتنا لازم تكون مكعبات مش عصير. في شفشق الخلاط هنبتدي ننزل بكل المكونات بتاعتنا، المانجا وعليها الحليب وعليها بودره الايس وعليها معلقه كبيره ممسوحه من المثبت، وهنضرب كله ضربا مبرحا كويس جدا لحد مده 5 دقايق تقريبا. وده شكل الايس كريم بتاعنا بعد لما ضربناه كويس جدا. شايفين القوام؟ هو ده القوام المظبوط، والطعم بتاعه كمان مظبوط، يعني من غير سكر، من غير كريم شانتيه ولا جيلي ولا كل المكونات اللي قلت لكم مش عايزينها دي. اوعوا تحطوها في الايس كريم، اعملوا بنفس الطريقه بجد هيطلع تحفه جدا معاكم. الطعم مظبوط والقوام كمان. عايزه اقول لكم المطه دي عارفين بسبب ايه؟ بسبب معلقه المثبت اللي احنا قلنا لكم عليها، بجد خطيره جدا. من غير بقى ما تشتري قوالب الايس كريم السيليكون، ممكن بقوالب الكب كيك تقدري تشكلي الايس كريم، ممكن بعلب الزبادي الفاضيه، كمان ممكن تجيبي بسكوته من بره جاهزه وتفضي فيها الايس كريم، ممكن تفضي الايس كريم في بولات عندك. هديكوا كل الافكار دي وهتشوفيها معايا دلوقتي. زي مثلا دلوقتي هنجيب علب كده بتاعه زبادي فاضيه، هنبتدي نعبيها بالشكل ده، نخبطها كويس وبعدين نحط فيها العوده بتاعتنا. وهقول لكم على تريكه لازم تعملوها دلوقتي قبل ما تدخلوها الفريزر. كمان عندي يعني الاله دي او الحاجه دي هي عبارة عن قشارة السمك، بس أنا الحقيقة عمري ما استعملتها، دايما بستعمل السكينة، فلقيتها نضيفة عندي قلت ممكن أعمل بيها آيس كريم عودة اللي هي بتبقى بشكل بيضاوي دي. فعبيتها بالشكل ده، بس حطيت فيها كيس من تحت لأن هي مخرمة، وسويتها كويس جدا علشان تطلع معايا بشكل أملس من فوق، وغطيتها بالغطا بتاعها. كمان هنا كان متبقي معايا شويه عايزه افضيهم في بولات، فحطيتهم في علبه كده، بس لازم العلبه يكون ليها غطا علشان الايس كريم بتاعنا ما يعملش تلج من على الوش. تمام؟ وزي ما اتفقنا مش مضطرين نشتري قوالب الايس كريم السيليكون، باي حاجه موجوده عندنا هنشكل الايس كريم، بس لازم قبل ما ندخله الفريزر نغطيه كويس جدا علشان ما يعملش كريستالات تلج. فانا كنت غطيت كله ما عدا علب الزبادي دي، فهجيب اكياس ثلاجه كده او اي اكياس عندي واعمل فيها فتحه، اطلع العصايه واغطيها كويس جدا وادخلها على الفريزر لمده 4 ساعات ل 8 ساعات. انا بصراحه سبتها 4 ساعات وبعدين طلعتها، وده كان شكلها، كانت جمدت وبجد طعمها في منتهى الجمال. طعم يعني طبيعي جدا جدا، مفيش اي مواد حافظه، بنفس مطه الايس كريم الجاهز. شايفين؟ وده كمان طلعته بعد ساعه علشان ادخله العوده، يعني انا كنت حاطاه في كيس كده من تحت لو تفتكروا، طلعته كده ودخلت له العوده، وابتدي افتح كمان علب الزبادي اللي فيها الايس كريم بالشكل ده بسكينه، وبتتقشر معايا بكل سهوله. ايه رايكم بقى؟ اجمل تشكيله من الايس كريم في البيت، حاجه اقتصاديه نظيفه، تقدروا تعملوا باي نوع فاكهه متوفر عندكم بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم حطوا لايكات كتير للفيديو علشان يترفع والناس كلها تقدر تشوف الوصفه الاقتصاديه المميزه دي. كمان شرفوني بكومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني وبتفرق معايا جدا. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل علشان يقدر يشوف كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.